كيف تدافع عنكم سورة الملك وتمنعكم من عذاب القبر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دايما بوصي حضراتكم بقراءة سورة الملك كل ليلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: سورة تبارك اللي هي سورة الملك، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. ما قالش المخففة، قال المانعة، تمنع تماما عنا عذاب القبر. بل وفي رواية عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية قاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك، يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. طيب كيف بقى تدفع عن المؤمن والمؤمنة عذاب القبر؟ احنا عرفنا ان هي بتمنع عذاب القبر، لكن الكيفية كيف يكون ذلك؟ ورد ذلك في أثر حسنه العلامة الألباني رحمه الله موقوفا على ابن مسعود، ولكن هذا الأثر له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الغيبيات التي لا تعلم إلا من خلال الوحي. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ علي سورة الملك. ثم يؤتى من قبل صدره أو بطنه، يعني من أمامه، فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان أوعى في سورة الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبل سبيل. كان يقرأ به سورة الملك. فهي المانعة، ده كلام ابن مسعود، فهي المانعة تمنع عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها فقد أكثر وأطيب. هنا يوضح سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الملائكة تأتي المسلم في قبره. هذا المسلم كان يقرأ سورة الملك ليتبارك وكان ملازما له، فإذا أتت الملائكة فتؤتى رجلاه لتسأل عما مشت إليه، يعني الملائكة عايزة تسأل رجليه مشيت الإيه، لحلال ولا الحرام، فتؤتى رجلاه لتسأل عما مشت إليه، فتقول رجلاه، الله ينطقها سبحانه وتعالى، فتقول رجلاه للملائكة: ليس لكم على ما قبل سبيل، أي تنطق رجلاه وتدافع عنه لأنه كان ملازما لسورة الملك. ثم تأتيه الملائكة من قبل رأسه لتسأله عما استخدم ما في رأسه من الفم ومن الأذن والعين واللسان والعقل، فيحتج أيضا بمداومته على سورة الملك. فهكذا تدافع عنا سورة الملك في قبورنا وتدفع عنا عذاب القبر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: سورة الملك أو سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، فداوموا عليها كل ليلة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.